السلام عليكم. النهارده هنشوف ريفيو عن فندق كارما بيتش ريزورت اللي في الغردقه. فندق صف اول، فندق من الخمس نجوم، من الفئه الاقتصاديه. بجد فندق تحفه جدا. هقول لكم عن المميزات والعيوب. اول حاجه بس بطلب منك تشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ونصلي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هبدأ لكم بالغرفه. اللي مش حابب يشوف الغرفه ممكن يجري فيديو من اول الدقيقه التانية هيشوف الفندق. هنا اول ما دخلنا من باب الغرفه، عن يمينك دولاب كبير وجميل، تلات ارفف. وعن شمالك التويلت، والتويلت كبير وجميل. وهنا كانوا حاطين ترابيزه، الكاتل شغال، كل اللي فيها شغاله. يوميا بيحط لك ازازتين ميه، واربعه نسكافيه، واربعه شاي، وشويه كده سكر حلوين. وهنا عايزه اقول لك السراير بيديكي سرير كبير وسرير صغير. دي كانت الاوضه الدبل. وعايزه اقول لك شكل الغرفه قد ايه كبيره وجميله. والجزء دوت كله تحطي فيه شنطك، مهما كان معاكي شنط او حاجات مش هتحسي خالص خالص بكركبه في الحجره، لان الحجره قد ايه كبيره وجميله. بس كان عندي عيب على الحجرة دي، اللي هي الإضاءة فيها يعني تكاد تكون معدومة، هادية خالص. هما كام أباجورة واللمبة وكلهم كأنها لمبة سهاري كده. أنا من الناس اللي بحب الإضاءة جامدة، فأنا كان بالنسبة لي الضوء كان مضايقني الصراحة. بس الغرفة كانت جميلة جدا. هقولك عن كل مميزات الفندق وعن كل عيوبه. لو حابة يعني تعرفي بجد عن الفندق دوت، الفيديو ده فيه كل حاجة. يعني مش هتضطري تشوفي أي فيديو تاني. المهم هنا كنا بنقول يعني للراجل اللي بيجي ينظف الغرفه نظفها لنا كل حاجه. كان كل يوم بيدخل ينظفها، وقد ايه النظافه بتاعتهم جميله. بس كنت اقول له ما تجيش جنب السراير، لان انا حاطه الملايات بتاعتي. المخدات جميله، السرير جميل. ساعات بتروحي تلاقي المخدات واطيه كده اهوت، او المرتبه اي كلام. لا الصراحه تحفه جدا جدا. وعايزه اقول لك كل الفيو كان على البول. يعني هتصحي كده الصبح كده تشوفي منظر جميل جدا. التلفزيون شغال، كل القنوات شغاله. بس طبعا مفيش وقت ان انت تتفرجي على التلفزيون، بس قلت يعني ايه المعلومه دي عشان في ناس بتحب تقعد في الغرفه كده تتفرج على التلفزيون. وعايزه اقول لك البلكونه فيها كرسيين وترابيزه وكبيره وجميله. هنا اول ما تطلعي من البلكونه بتشوفي المنظر دوت. انا بذلت جامد يعني مجهود في الفيديو، عايز ما ابينلكوش الناس اللي ماشيه وكده، عشان لما تتفرجي كده براحتك. دوت كده اول ما بتبصي من يعني البلكونه بتاعتك بتشوفي المنظر دوت. هنا عن شمالك في الاخر خالص هتلاقي المطعم. وعن يمينك هتمشي بقى تلاقي الاكوا باركات بقى والبحر. كل ده هنشوفه بالتفصيل زي ما قلت لك. ده في فندق صف اول، ومجدد بالكامل. احلى حاجه اللي هو مجدد، علشان كده كل حاجه نظيفه فيه. في اسانسير، زي ما انتم شايفين المبنى بيكون تقريبا عن 4 ادوار، وبيبقى فيه دور ارضي. ودلوقتي هننزل ونشوفوه من تحت مع بعضينا. بس كنت بوريكي ايه الفيو كده من فوق. هنا نزلنا مشينا كده شويه. اول حاجه بتقابلك اكوا بارك الاطفال. عاملين يعني جزئين، سلايد صغير زي ما انتم شايفين كده للاطفال الصغيره خالص، تقريبا من سن سنتين ل4 سنين يقدروا ينزلوا الحاجات دي. يعني والميه بطولهم وكل حاجه. وبعد كده الثلاث زحالين انتوا شايفينهم في الوش دلوقتي هشوفهم الازرق واللي هي الصفراء بتدور في واحده اورنج، بس هي ممكن تكون مش باينه من اللي هي ملفوفه. بس هما 3 يعني. دول برضو للاطفال، بس اطفال كبيره شويه ممنوع فيهم الناس الكبيره تنزل، حفاظا برضو على الاطفال. وتقريبا طول الميه هناك تقريبا كده طولها 80، يعني الطفل يقدر ينزل ويقف عادي جدا. والجزء التاني بعد ما يعني كده ظهرك للاكوا بارك اللي انا وريتها لك دي، بقى الاكوا بارك بتاعه الكبار. احلى حاجه فيهم اللي هم كل شويه يعملوا زي براجولات كده بتعدي منها وكلها اشجار. يعني عايزه اقول لكم اللي عايز يتصور هتشوفوا كميه صور رهيبه في الفندق ده. كل ما تمشي الزرع والخضره حاجه جميله جدا. دي بقى الاكوا بارك بتاعت الكبار في ظهرنا الصغيرين. يعني انت تسيبي اطفالك الصغيرين في اكوا بارك الاطفال، وتعالي انت هنا بقى واستمتعي. عايزه اقول لك دولت حلزونه كده اللي هناك دول، بس انا مجربتهمش عشان دول من غير عوامه. لكن كل اللي انتوا شايفينهم دول بتنزلي باللي هي زي المشاية دي، اللي هي قولوا معايا بتبقى زي حاجة زي كاوتشوك كده صغيرة اسمها سجادة بتنزلي بيها. دولت كده بيلفوا، بس دول صعبين شوية عشان من غير عوامات. بس الجزء اللي هناك اللي هي اللي احنا هنشوفهم دلوقتي مع بعضينا هم دول فيهم عوامات، وفيهم السلايد اللي بقولك عليها اللي انت تقدري تنزلي بيها اللي هي المشية. جمال جدا جدا. هقول لكم برضو ايه اللي احنا ركبناه كويس. وبعد كده بتمشي شويه بتلاقي المطعم. احلى حاجه اللي هم عاملين لك مطعم قرب البيتش، عشان انت لو في الاكوا بارك او في البحر تقدري اللي انت تاكلي، ما تطلعيش بره خالص عند ايه المطعم اللي بره ده. كده بقى ايه وانت داخله على البيتش. هنا
بيكون في مكان كده بالليل على الساعة 10 بالليل، بيكون في زي مسرح، وكمان جنبه في السناكس. السناكس برضو بتكون كل حاجة مواعيد، السناكس من 3 ل 5، وفي برضو ايه بار بتاع مشروبات شغال طول اليوم. قد ايه هنا بقى بصوا راحة نفسية، يعني سيبك بقى من الاكوا بارك وسيبك من البسين. هنا بقى بصوا يا جماعة كمية صور وكمية قعدات وكمية هوا، يعني يرد الروح بجد. آم، عايزة اقولك ال آم، ال ان الاكوا بارك بتكون فاتحه معاكي من 11 لواحدة، وبعد كده من 3 ل 5. وطول اليوم بسين، في مثلا بتاع 7 بيسينات في الفندق دوت. وكل القعدات دي بقى بصي تقعدي فيها مهما كان المكان يعني مليان ناس، انت برضو قاعده والاماكن برضو فاضيه. هو يعتبر 90% منه اشغال اجنبي، كل ما انت ماشيه اجانب، وحبه صغيرين خالص احنا مصريين. بس فندق كويس. آم، المعامله فيه كويسه جدا، بيحترموكي زيك زي الاجنبي بالظبط. حتى مثلا وانت عند الاكوا بارك لو مش لاقيه اللي هي العوامه، بتروحي تقولي للامن اللي واقف، بيروح يجيبها لك من الاجنبي عادي جدا. يعني كذا مره رحت قلت له لا، جابها لي من الاجنبي واداها لي عادي جدا. المطعم مش مميزين اجانب عن مصريين، كلنا بناكل مع بعضينا. الاكل تحفه جدا 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 ومتنوع وخطير. عندك زي ما قلت لك على البيتش ان هو بيكون في مطعم، بيكون مطعم مشاوي بيفتح في الغداء من 1 ل 3. بيكون مطعم لو انت بقى في البستانات اللي بره بتطلعي ايه المطعم اللي في الريسبشن، هو بيكون فيه الفطار والعشاء تتغدي فيه، فمسهلين عليكي. بس نصيحة لو انت معاكي بيبي، تجيبي الاسترولر بتاع البيبي اللي هي عربية البيبي تمشي بيها. هو كل الفندق ده هو خط واحد. حتى في البحر هنا عاملين لك زي ممرات كده تقدري تمشي بيها بالاسترولر، هي الممرات دي اللي بقولك عليها تقدري تمشي بالاسترولر، لان المسافه كبيره جدا جدا. عايزه اقول لكم كميه الخضره مع البحر مع الهواء بصوا تحفه. وهنا اي لاف كارما كانت تصوروا فيها. وكمان المميز في الفندق ده اللي هو فيه 2 ممشى، زي ما انتم شايفين الممشى دوت تقدري اللي انت تتمشي فيه عشان لو عايزه تركبي اليخت او حاجه. والممشى اللي هناك دوت اللي انا لسه هوريه لكم دلوقتي هوديكوا فيه، دوت تقدري اللي انت تتمشي فيه. وكمان مميز جدا بقى، هم عاملين لك شازلونجات تقعدي فيها. يعني تقعدي في الشازلونجات بدل بقى ايه ما تبقي مثلا واقفه او حاجه، لا تقعدي في الشازلونجات وانتي على الممشى اللي هي المارينا دي. وعايزه اقول لكم الميه هناك تحفه جدا. وعاملين برضو ميزه كمان على نفس المارينا اللي انت هتكوني ماشيه فيها، هتلاقي عاملين لك سلالم على عمق معين. يعني مثلا وانت ماشيه هتلاقي على عمق 50 سنتي، بدل ما تتمشي بقى من اول البحر وتمشي لحد جوه خالص، لان مهما تمشي الميه لحد ركبتك. فبدل ما تقعدي تمشي كل دوت في الميه. واول البحر الصراحه بيكون صخري، يعني هو البحر ده نص صخري ونص رملي. في البدايه هتلاقيه صخري، جوه شويه هتلاقيه رملي عادي جدا. فبدل ما تقعدي تمشي كده في الصخور في الميه، لا انت بتمشي على المارينا زي ما انت شايفه كده، وبتنزلي من على سلم زي الناس اللي واقفه هناك دي. تنزلي على سلم بقى عاملين لك 3 مستويات. سلم طولك 50، طولك 110، وطولك ايه غريق شويه. عايزه اقول لك الميه شفافه وجميله جدا جدا. كنت بوريك اول هو صخري شويه، فانت مش محتاجه تجيبي جزمه بحر. يعني انت لو مزنوقه ما جبتيش جزمه بحر، انت بتتمشي على المارينا دي وبتنزلي من على السلم. بس الميه هناك مالحه جدا جدا، بس تحفه يا جماعه، يعني تحفه جدا. بس هو كاتبلك ان انت بتنزلي عن مسؤوليتك الشخصيه. مفيش هناك لايف جارد في البحر. البحر الاحمر مفيهوش لايف جارد. فدي حاجه حبيت اللي انا اقول لكم عليها. دلوقتي هوريكم اهو المارينا اللي بقول لكم عليها. بس عايزه اقول لكم القعده تحفه جدا، بس البحر بيقفل لحد الساعه 8. لحد 8 بتلاقي الامن بيقول لك خلاص بقى اتفضلي امشي. وكمان بيكون الساعه 8 خلاص ميعاد الغدا بقى. هناك الغدا من 8 ل 10، ومن 10 بيبدا المسرح. فانت طول اليوم مشغوله يعني عايزه اقول لك السيستم مثلا ماشي ازاي. بتصحي الصبح بدري بتفطري الفطار من 7 ل 10. طب لو ما لحقتيش الفطار وسهرانه، عندك من 10 ل 11 كافيه صغير كده عاملين فيه بس مش اصناف كتير، شويه كرواسون، شويه جبنات، شويه مخللات، شويه عيش كايزر بس. لكن فطار الصبح متنوع جدا جدا. كل انواع اللانشون، كل انواع الجبنات، بيض مقلي بيقلوهولك قدامك، بيض مسلوق، فول، بطاطس محمره، كل انواع الكرواسون، كل انواع كل حاجه كل حاجه تتخيلها في الفطار الصبح. حلاوه، مربات، عسل نحل، كورن فليكس الاطفال. ده كده الفطور. بعد كده بتيجي من 1 ل 3، ده ميعاد الغدا. طب من 11 ل1 في السناكس ده بقى بيكون كل يوم مختلف. يوم برجر، يوم شاورما فراخ، يوم شاورما لحمه، كل يوم يوم سوسيس، كل يوم حاجه مختلفه. ده كده وصلنا اللي انتي فطار. سناكس من 11 لواحدة، من 1 ل 3 الغدا. الغدا المطعم اللي هنا كنت بتغدى في المطعم اللي على البيتش كل يوم. يا فراخ مشوية، اليوم اللي وراه كفتة مشوية، فراخ مشوية، كفتة مشوية. لان طبعا مش عايزين نضيع وقت، فاحنا كنا نطلع مثلا من البسين نتغدى، نروح تاني الاكوا بارك كده اهو.
بص عايزه اقول لكم هنا كميه، بس يعني هرجع تاني اكلمكم على الاكل، بس عايزه اقول لكم كميه هنا يا جماعه الفرحه وانتم ماشيين. يعني انا دلوقتي بسجل الفيديو حسيت كده بالاجواء، انت بتتمشي كده والشازلونجات حاطينها لك ورا شويه قدام شويه سوري، فانت من وراكي الهوا البحر، من قدامك البحر، بصوا حاجه روعه. يعني تقعدي هنا كده وتنسي همومك بقى ومشاكلك، اي نعم كده كده بترجعي لها تاني بعد الرحله، بس هنا بتنسي. وهنا السلم اهو، ده اول سلم بنقابله عشان تنزلي منه، تنزلي ايه الميه. والقعده هنا بصوا تحفه تحفه، يعني لو اقول لكم تحفه من هنا لحد يعني اقول لك ايه، بس لحد اخر الفيديو تحفه جدا. المهم نرجع تاني للسيستم بتاع اليوم بقى بتاعك ماشي ازاي. بعد كده خلاص وصلنا للغدا من 1 ل3. بعد كده هو بيكون عندك من 3 ل5 سناكس، برضو سناكس. برضك برجر برضو وفرنش فرايز والكلام اللي بقولك عليه دوت. وبعد كده هوت عندك من 8 ل10 بقى الاكل. طول اليوم هو الفندق ده هاف بورد، يعني فطار غدا عشاء سناكس مشروبات، طول اليوم بقى مشروبات، حاجه ساقعه وحاجات. بس قلت لكم بس هقول لكم على السلبيات. يعني بالنسبه لي السلبيه 2 سلبيات قابلتهم في الفندق ده، زي ما قلت لكم هم اجانب، فانت طول ما انت ماشيه شايفه بقى ايه، انتوا عارفين بقى لبس الاجانب يعني بلاش اوضح، فيعني المنظر ايه مش احسن حاجه بالنسبه لي يعني. تاني حاجة الفندق مثلا هتلاقي عند البار اللي هو المفروض بقى بيكون فيه البيبس بقى والتانك والعصاير والحاجات دي، بيكون فيه يعني خمور. فانت برضو ايه، مش حابة برضو ايه يكون مثلا الراجل مثلا اللي لسه كابب اللي قدامك اجنبي مثلا خمور او حاجة، بيحط لك بنفس ايده البيبس، او مثلا ساعات بيحط الكوبايات على الغطيان على الازايز، بعد كده بيرصص الكوبايات مثلا على الازاز وياخد من الكوبايه دي يحط لك بيبسي. فالصراحه انا ما كنتش بحب اشرب خالص بيبسي بقى وحاجات كده، مع ان انت حاجه دي مدفوعه الثمن، بس ما كنتش احب اشرب بقى ولا اعمل ايه، فاهمين نفسيا كده اهو. اول مره خالص لقيت حطت الكوبايه على الازايز، قلت لهم انت حضرتك حاططهم على الازايز كده اهوت، يعني مش هينفع كده اهو. فانا كنت افضل ان هم مثلا يعملوا البيبسي والحاجات دي زي العشاء. يعني في العشاء حاطين لك الماشين اللي هي بتاعت البيبسي والحاجات، انت تروحي تملي لنفسك. فانت تروحي تملي لنفسك بكوبايتك ماسكاها بايدك، دوستي على زرارك شربتي مع نفسك. كنت اتمنى اللي هو انت اللي تعملي لنفسك، ما يبقاش الراجل هو اللي بيحط لك. او كان حاطوا مثلا اماكن مخصصه للخمور والحاجات ديت للاجانب يا سيدي براحتهم، في بارات معينه، واحنا ايه الازازه والحاجات دي في اماكن تانية، فاهمين قصدي؟ هي دي الاتنين كومنت. لكن غير كده الفندق اكل تحفه جدا جدا، اديله 10 من 10. الميه تحفه، كل حاجه تحفه. هنا بقى مع رجعتي من المارينا، دي برضو اكوا بارك تانية صغيرة كده هو، بس المفروض الالعاب المائية دي تكون شغالة، بس هي الصراحة مش شغالة. وبعد كده هنا المطعم ده كده، بصوا يا جماعة ظهري للبحر عشان تكونوا فاهمين معايا، ظهري للبحر كده وراجعة، بوريكم بقى وانتوا راجعين كده الدنيا ماشية ازاي. هو ده المطعم اللي هو المفروض على البيتش، هو ده اللي فيه المشاوي، في كمية قعدات كتير جدا، عايزة تقعدي بره اقعدي، عايزة تقعدي جوه اقعدي. جنب كده الاكوا بارك عشان تخلصي الاكل اللي هو من 1 ل3، دي بتفتح الساعة 3، تبقي في وشها على طول ايه، تلحقي بقى تروحي بقى تستمتعي. عايز تقعدي جوه تقعدي بره تقعدي. ده برضو وانا راجعه في مكان شطرنج، تلعبي شطرنج، تلعبي بينج. ده مكان كيدز اريا برضو، يا جماعه بيفتح الساعه 10، من 10 ل 12. بيرسموا للاطفال، الاطفال عايزه تلون. بيكون بالليل برضو في مراجيح شغاله في كيدز اريا كبيره، وفي مراجيح بتشتغل من 8 ل 8 ونص، دي مراجيح كده كهربائيه. وهنا بقى اوريكم في العشاء، هنا ده اللوبي اللي هو مكان الريسبشن. يعني اول ما تدخلي بتلاقي الريسبشن ده، بتطلعي بعد كده السلالم دي، ده كده الريسبشن اول ما بتخشوا تمام. تطلعي بس السلم اللي انا لسه موريها لك ده، او بصوا يا جماعه ده الكافيه، انا متلخبطه ده الكافيه اللي هتلاقوا فيه الفطار، لو الفطار فلت منكم اللي هو من 10 ل 11. جنبه بالظبط بقى تطلعي السلام بتخشي على المطعم. دي كده شكل الترابيزات والديكوريشن، بس طبعا ما اعرفش اصور لكم الاكل عشان كله ايه بيكون بقى الناس فوق بعضها. وكل يوم بقى بعد العشاء اللي هو من الساعه 10 بالليل لحد 12، بيكون هنا على البيتش بقى ايه قولوا معايا ايه العرض. كل يوم عرض مختلف. ده هنا كان زي فاير مان بقى وبيمشي على الازاز والكلام ده. يوم بيعمل لك افريكا، شو افريقي. يوم كان دانس بقى للاجانب وكده، بس اليوم ده احنا ما حضرناهوش، يعني كان كله بقى رقص وحاجات كده ومرقعه، ما حبيناش ان احنا نحضره. يعني كنا بنلقط حاجات نقدر اللي احنا نتفرج عليها، زي ما قلت لكم كله اشغال اجنبي، فايه ليهم عروضهم بقى ورقصهم وحاجاتهم. بس الحمد لله ما كانش فيه رقاصه بلدي فدي كانت حاجه كويسه اللي كانش فيه رقاصه. وعايزه اقول لكم بيبقى في كمان يوم بيعملوا بارتي فوم، بس طبعا ما اعرفش اصوره عشان انتوا عارفين برضو بارتي فوم برضو، قلت لكم بقى الزحمه والاجانب وكده. فكنت على قد ما اقدر بحب ان انا اصور حاجه تتفرجوا عليها، ما يكونش فيها مناظر، يعني ايه، يعني مش هاخد ذنوب يعني، فاهمين قصدي؟ بس بس هسيبكم شويه مع الشو. اتمنى اكون قلت لكم كل حاجه عن الفندق. بفتكر كده لو في حاجه ناسياها قلت لكم الاكل. بصوا يا جماعه،
والغدا والعشاء بيكون فيهم بروتين، كل يوم بيكون فيه يا سمك، يعني يا سمك ولحمه او سمك وفراخ. مكرونه بيعملها قدامك وايت صوص او ريد صوص. اقول لكم ايه تاني مثلا؟ بصوا الاكل متنوع جدا جدا. وبالليل بيكون فيه جاتو سواريه بقى وكل الحلويات. وفي الغدا كمان المطعم اللي على البيتش بيعملك زلابيه قدامك. بصوا يا جماعه الاكل يعني هو تحفه، اي حاجه تخطر في بالك موجوده، من بروتين لمكرونات للرزات، كل حاجه تحفه. والتنوع موجود، يعني اوعي مثلا تشوفي ريفيو يقول لك، شفت انا ريفيوهات كتير قوي يقول لك الاكل مش متنوع. لا، الاكل متنوع وجميل. والفاكهه فريش، بيقطع لك فاكهه وبعدين يقول لك كلي وتعالي خدي تاني، يعني الاكل مفتوح براحتك. ايه تاني؟ بيشوي الاكل قدامك، الاكل بيطلع لك سخن، بيتزا بتتعمل، بيعملوا ممبار، كل حاجه موجوده. عندك كذا بسين، كل البسينات بتنزليها ما عدا اول بسين خالص، ده بسين خاص للاجانب. لكن كل البسينات انت بتنزليها. آم، كل حاجه تحفه يا جماعه، المعامله كويسه جدا جدا، الناس كلها كل الستاف اللي شغال ناس محترمه، ما تلاقيش حد خالص بيكلمك مثلا بقرف ولا مكشر ولا مبوز، الناس كلها بتساعد، الناس كلها محترمه. البسينات كبيره جدا جدا، في بسينات يعني ما نزلناهاش من كتر خلاص بقى، يعني فاهمين اليوم زحمه، اليوم زحمه. الاكوا بارك تحفه تحفه تحفه، يعني تحفه التحافه. عندك عوامه دبل وعوامه سنجل، عشان لو حابه ان انت مثلا ما تنزليش لوحدك تركبي الدبل. بصوا يعني فندق الصراحة 10 من 10، إلا بس النقطتين اللي كلمتكم فيها. لو عايزين أي حاجة تسألوا عليها كنا أنا مثلا مقلتهاش أو نسيت، اكتبوا لي في الكومنتات. السعر الرحلة كان عامل ايه؟ ال4 ايام 3 ليالي كنا طالعين، الفرد كان عامل 7.5. يعني بالنسبة للفندق ده لو قارناه بفنادق تانية، لا هو سعره كويس، لان ده يعتبر صف اول، البحر قدامك، في اكوا بارك اطفال، اكوا بارك كبار، واكوا بارك محترمة، مش مثلا حاطينك سلايد او تو سلايد، لا دي كذا 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 سلايد، كذا كذا زحليقة يعني. الغرفة محترمة. طول اليوم بتاكلي وبتشربي، يعني في وقت انت خلاص مش عايزة تاكلي بقى، في اوقات مش بنجيب سناكس، بيكون في ماشين بتاعت النسكافيه والحاجات دي برضو موجودة شغالة ال 24 ساعة. هتلاقيها قدامه وانت طالعة من الريسبشن، بيبقى فيه برضو ايس كريم موجود برضو من 3 ل5 يوميا. ده كان شو تاني بقى. ده كان يوم تاني، يعني كل مرة كنت بحاول افرجكم على شو كده مختلف، بحيث تسلوا القعدة بالليل حلوة. بس ساعات لو انت زهقانة خلاص هتلاقي اقعدي على البحر قدام، برضو الهوا برضو جميل، والشازلونجات يعني القعدة هناك فحفاحة ورحرحة وجميلة. كده يكون الريفيو بتاعي خلاص، اتمنى هو يكون عجبكم. اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. وباي باي.